السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وملخص أخبار التعليم واللي حصل في التعليم في المؤتمر الأخير، وموعد الامتحانات امتى وهنمتحن ازاي، والموعد المحدد فعلا للامتحانات او الجدول بتاع الامتحانات لكل السنين الدراسيه. كل ده هنعرفه دلوقتي، وحاول نفهم عشان ناس كتير اتكلمت ومحدش فاهم بالظبط وزير التربيه والتعليم يقصد ايه وشكل الامتحان هيبقى عامل ازاي. دكتور طارق شوقي طبعا زي ما احنا عارفين اعلن الخريطه بتاعه العوده بتاعه الدراسه في المواعيد، امتحانات العام الدراسي الجاري لكل مراحل، طبعا من اول رياض الاطفال لحد الصف الثاني الاعدادي. تمام. طيب نفهم مع بعض. اول حاجه ان الدكتور طارق شوقي طبعا عمل مؤتمر النهارده زي ما احنا عارفين، وهيبدا الدراسه بالفصل الدراسي الثاني بدءا من 10 مارس بدون غياب بنفس جدول الفصل الدراسي الاول. يعني الفصل الدراسي الثاني هيكون عادي بس من غير غياب. من غير غياب تقدر ما تروحش وتقدر تروح حسب ولي الامر. وعلى ولي الامر ان يوقع على اقرار في حال اختياره استكمال ابنائهم الدراسه عن بعد دون الحضور للمدرسه لضمان غياب الطالب عن المدرسه بعلم ولي الامر. يعني ايه؟ يعني حضرتك تروح تقول لوالدك كده يمضي ورقه واقرار ان انت مش هتروح المدرسه. لازم يمضيها. ليه؟ لان انت ممكن تروح تقول لوالدك ان انا رايح المدرسه وانت ما تروحش. لا، فانت لازم ولي امرك يمضي الاقرار ده، يا اما تسجيل غيابك هيتحسب. الغياب بتاعك ايه؟ هيتحسب. فلازم ولي امرك يمضي على الاقرار ده، وده من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان انه تم اتاحه حريه الاختيار طبعا لاولياء الامور الذين يخشون حضور ابنائهم بالمدارس خوفا، بس احنا قلنا ايه القرار ده. طيب نفهم بقى تفاصيل الامتحانات مع بعض والعوده بتاعه الدراسه. اول حاجه طبعا رياض الاطفال من اول رياض الاطفال لحد الصف الثالث ابتدائي مفيش امتحانات في لجان زي ما احنا عارفين. طيب هنا بقى المشكله واللخبطه اللي حصلت من الرابع الابتدائي لحد الثاني الاعدادي. امتحانات الترم الاول من 27 فبراير حتى 9 مارس. طب هنمتحن ازاي؟ عرفنا انها من 27 فبراير ل 9 مارس. هنمتحنها ازاي بقى؟ امتحان مجمع في مارس وابريل ومايو بواقع يوم واحد فقط لكل صف. يعني ايه؟ ده الترم الجاي. يعني الترم الجاي هيكون ايه اللي هيحصل بالظبط؟ الترم الجاي مش هيكون فيه امتحان في اخر السنه. امتحانات الترم الجاي هتكون كل شهر. في اخر شهر مارس هتمتحن، في اخر شهر ابريل هتمتحن، في اخر شهر مايو هتمتحن، بواقع امتحان واحد فقط لكل صف. امتحان واحد في كل المواد اخر كل شهر، وهم دول اللي انت هتتحاسب عليهم ايه طول السنه. مفيش امتحانات في اخر السنه. يبقى من رابعه ابتدائي لحد الثاني الاعدادي هيمتحنوا امتحان واحد فقط في كل المواد. امتحان واحد هيجمع كل المواد، شكله لسه ما نعرفوش، في اخر كل شهر. تمام، لحد ما السنه تخلص ويكون ده هو التقييم بتاعك. الامتحانات الأربعة بديلة لامتحانات آخر العام زي ما قلنا طبعا. ولن يحضر المدرسة إلا الطلاب الذين لهم امتحانات. يعني اليوم ده مش هيكون فيه أي حضور لأي طالب من صف دراسي غير اللي عندهم إيه؟ امتحانات. امتحانات المواد غير المضافة المجموع سيتم تأجيلها لنهاية العام، وغالبا مش تمتحنوها أو هتعملوها بحث مثلا، أو أنتوا ممكن تاخدوها وتحلوها إيه في البيت. اما عن الشهاده الاعداديه ودول اللي مضايقني جدا، يعني الخبر واللي حصل فيهم ده صعب جدا. ان الشهاده الاعداديه لا توجد امتحانات للترم الاول، والامتحانات هتبقى الترمين مع بعض. ترمين مع بعض زي الثانويه العامه بالظبط كده. ده هيكون امتحانات ايه؟ الصف الثالث الاعدادي امتحاناتهم هتكون على بعض، مش هيكون في ترم اول وترم تاني. وده موضوع صعب شويه يعني، فربنا يستر ويقدروا يعدوا الموضوع ده. طلاب الصف الاول والثاني الثانوي بقى ايه اللي هيحصل فيهم؟ الامتحان الاول شهر فبراير يعقد بالمدرسه. قلنا لكم كتير ان دكتور طارق الشقاوي مصمم ان الامتحانات هتعقد من المدرسه. هتنزلوا للجان، لجان مؤمنه طبعا، وهتعمل في شهر فبراير. يعني هيعمل لكم امتحان واحد في شهر فبراير يعقد بالمدرسه. الامتحان الثلاثه المتبقيه لشهور مارس وابريل ومايو تعقد بالمنزل، مع عدم وجود امتحانات للترم الثاني. يعني هيتعمل لكم امتحانات من المنزل في الترم الثاني اللي هو هيكون شهر مارس وابريل ومايو، ولكن امتحان واحد بس هيتعمل لكم في كل المواد برضو للصف الاول والصف الثاني الثانوي هيكون من المدرسه. يعني اول امتحان اللي هو بتاع الترم ده اللي هو هيكون اخر شهر فبراير ان شاء الله، اللي هيتعلن عنه اللي هنقول لكم موعده ان شاء الله، هيتعلن امتى؟ هيبقى امتى؟ هيبقى في اخر شهر فبراير على كل المواد في ورقه واحده او في امتحان واحد، وهيكون فين؟ في المدرسه يوم واحد بس. حلو. حلو قوي. الامتحانات الثلاثه المتبقيه النظام بتاعكم هيمشي نفس نظام السنين التانية. الامتحان بتاعكم مبقية، مش هيكون في امتحان آخر سنة، هيكون في امتحان كل شهر نفس الفكرة بس في المنزل. حلو. حلو قوي. ما عدم وجود طبعا امتحانات للترم الثاني. امتحانات الثانوية العامة بقى والكبيرة، خليك معايا عشان اقول لك برضو في الاخر موعد الامتحانات امتى. الامتحانات تكون امتى بالظبط، الايام بالظبط يعني. امتحانات الثانوية العامة الامتحان لن تبدأ قبل شهر يوليو.
لازم يكون يوليو شهر 6 يعني. تعقد الكترونيا بلجان، طبعا ده اكيد. في امتحانات تجريبيه اللي احنا قلنا قبل كده والناس ما صدقتناش، امتحانات تجريبيه هيتم عقدها ان شاء الله عشان الطلاب تتمرن. المنازل والراسبين يؤدون الامتحان الكترونيا بنظام التقييم الجديد، مفيش نظام قديم، وانا برضو قلت لكم كده كتير جدا، مفيش هيبقى نظام قديم خالص. النظام الجديد هيطبق على الراسبين واللي عايدين واللي مأجلين كله مفيش حاجه اسمها نظام قديم خلاص. الدولة حريصة على عدم حذف أي مناهج. الوزارة سوف تعقد تقييما عادلا للطلاب، ولا نجاح لطالب بدون تقييم منضبط. امتحاناتكم تكون شهر 6 في اللجان عادي بشكل طبيعي جدا بطريقة التقييم الجديدة لكل المراحل سواء راسبين أو منازل، هيأدوها إلكترونيا طبعا. طيب حاجة كمان لازم نعرفها إن إحنا هنرجع المدارس 10 مارس زي ما قلنا. وطبعا هينشغل مجموعات التقوية لو أنت عايز تروح يعني. ولي امرك هيختار. حاجه مهمه جدا، من لا يريد دخول الامتحانات يقدم اعتذارا عن السنه ويعيد السنه المقبله دون احتسابها رسوبا. لو مش عايز تمتحن السنه دي، مش عايز تخش، تقدر تقدم اعتذار رسمي وتقول انا مش عايز اخش السنه دي، وهتعيد السنه بس مش هتتحسب لك انك سقطت. هتعيدها كانك داخلها اول مره، هتعيدها كانك داخلها في السجلات اول مره. لكن مش هتحسب عليك رسوب. تمام، هتمتحنها وهتعيدها من الاول خالص. طيب بالنسبه بقى لمواعيد الامتحانات هتكون امتى بالظبط؟ مواعيد الامتحانات بقى عشان نعرفها ونفهمها هتكون يوم 1 بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، ده هيكون يوم 28 فبراير. تمام، من 28 فبراير ده أول يوم هيكون للصف الرابع الابتدائي، ده امتحانهم هيكون يوم 28 فبراير. طب 1 مارس هيكون الخامس الابتدائي، ده طبعا موحد على مستوى الجمهورية. 2 مارس للصف السادس، 3 مارس للصف الأول الإعدادي، 4 مارس للثاني الإعدادي. طيب ما هو شكل الامتحان الموحد عشان نبقى فاهمين؟ الطلاب من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي سيتم امتحان كل صف منهم في جميع المواد في يوم واحد، ده احنا قلناه خلاص. تطبيق نظام الامتحان متعدد التخصصات يشمل كل المواد، بحيث يكون هناك سؤال او اثنين عن كل مادة في نفس امتحان. كل مادة هيكون فيها سؤال او اتنين عن يعني كل مادة هيتاخد منها سؤال او اتنين يتحط في ورقة امتحان. حلو قوي، حلو لحد كده احنا فاهمين. بالنسبة لأولى ثانوي وتانية ثانوي بقى ما قالش بالظبط هيبقى يوم ايه او شكلها عامل ازاي. فاحنا منتظرين لحد دلوقتي هيكون شكلها عامل ازاي، لكنها هتكون برضو يوم ايه واحد لكن من المدرسة. فلسه منتظرين دكتور طارق شوقي هيصرح ويقول ايه بالظبط عن امتحانات اولى ثانوي وتانية ثانوي. ده كان كل حاجة حصلت في التعليم في اخر يعني اخر كام ساعة. في حاجة انت لسه مش فاهمها قولها لنا، حاجة لسه انت مش فاهم او مش قادر تستوعب هتحصل ازاي، برضو سيبها لنا في الكومنتس واحنا ان شاء الله هنجاوب عليك وهنرد عليك. عندك اي اضافة اي حاجة حابب تقولها سيبها لنا في الكومنت، ويا ريت تقول لنا برضو رأيك في القرارات دي وهل هي كويسة او هي مش كويسة. ده كان كل حاجة، ما تنساش انك تعمل سبسكرايب وانك تشترك عشان ان شاء الله نتابعكم اول باول في المواعيد ونماذج امتحانات وحاجات شبه كده. هنزلها على الموقع بتاعنا ان شاء الله. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.